مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، سعيدة بلقياكم في نشرة الأخبار. هذا أبرز عنوانها: الموت يفجع الملك محمد السادس. قبل ما نبداو ما تنسوش الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة باش توصلوا بجديد أخبارنا المغربية. إليكم التفاصيل. بعث الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى أفراد أسرة المرحوم الفنان عبد الرحيم التونسي. ومما جاء في هذه البرقية، فقد تلقينا بعميق التوتر النبأ المحزن لوفاة المشمول بعفو الله ورضاه الفنان الكوميدي القدير المرحوم عبد الرحيم التونسي، أحسن الله قبوله إلى جواره. وبهذه المناسبة الأليمة أعرب الملك لأسرة الراحل ومن خلالها لكافة أهلها وذويها ولأسرة الفقيد الفنية الكبيرة عن أحر تعازي جلالته وصادق مواساته في فقدان أحد رواد الفن المسرحي الكوميدي الهادف بالمغرب والمشهود له بالأصالة والإبداع، مستحضرا جلالته بكل تقدير ما كان يتحلى به رحمه الله من دماثة الخلق ومن روح إبداعية مرحة برع في تجسيدها في شخصيته التلقائية عبد الرؤوف، والتي بصم بها على مسار فني متألق واستطاع من خلالها أن يشد إليه جمهورا عريضا من محبي وعشاق أسلوبه الفكاهي الراقي والمتميز لعقود. وأضاف جلالته: والله تعالى نسأل أن يلهمكم جميعا جميل الصبر وحسن العزاء، وأن يجزي الراحل المبرور خير الجزاء على ما قدمه من جليل الأعمال لفنه ولوطنه، وأن يتقبل في عداد الصالحين من عباده ويسكنه فسيح جنانه، ويجعله من الذين يجدون ما عملوا من خير محضرا.